كلما كبر حجم المركبة تكبر معها حجم المسؤولية تاعك. عندك هنايا 29 راكب، أنت مسؤول مسؤولية كاملة على 29 راكب، من أحيا نفسا كما أحيا الناس جميعا. هي حملات تحسيسية توعوية للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات التي تحصد سنويا العديد من الضحايا. هذه الحملة بادرت إلى تنظيمها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل لفائدة سائقي حافلات نقل المسافرين وسائقي شاحنات نقل البضائع، تحت شعار معا من أجل سياقة مسؤولة. هذه الحملة التحسيسية تندرج ضمن إطار تفعيل الحملات التحسيسية الموجهة من أجل الحد من ظاهرة اللا-أمن المروري وما يترتب عنها من عواقب وخيمة. انطلقت ابتداء من 1 نوفمبر وتستمر إلى غاية 30 نوفمبر من هذا الشهر. نقدم من خلالها إرشادات ونصائح لمستعملي الطريق وما هي العوامل الأساسية المؤدية إلى حوادث المرور. سائقو المركبات استحسنوا المبادرة التي من شأنها التقليل من حوادث المرور بزرع ثقافة مرورية آمنة. مليحة كاع الشوافر، المهم هذا واش نقول لك انا، مليحة كامل الشوافر كامل مليحة هذه التوعية هذه باش ينقصوا من السرعة. هاد الحملات التحسيسية اللي يخدموا فيهم رجال الدرك الوطني حاجة مليحة باش ينقصوا حوادث المرور، وتكون اسمها كل ما يديروا تحسيسات هكذا تنقص حوادث المرور. أزيد من 290 حادث مرور هي حصيلة ما سجلته سرية أمن الطرقات بجيجل منذ بداية السنة الجارية، خلفت في مجملها أزيد من 470 جريح و22 قتيلا، منها 100 حادث مرور تورط فيه سائقو الوزن الثقيل. سجلت وحدة الدرك الوطني 25 حادث مرور بالنسبة للحافلات نقل المسافرين، خلفت هذه الحوادث 36 جريحا. أما بالنسبة للنقل البري للبضائع فقد سجلت مصالح الدرك الوطني 75 حادث مرور أدى إلى 4 قتلى وأكثر من 35 جريحا. الأسباب الرئيسية لحوادث المرور بالنسبة للنقل البري للبضائع هي تجاوز السرعة المسموح بها قانونا أو ما يسمى بالسرعة المفرطة. في العجلة الندمة وفي التأني السلامة شعار نردده كل مرة، وعليه فإن احترام قانون المرور واجب ضروري للحد من مخلفات الحوادث المرورية. ختام النشرة المحلية، تقبلوا تحيات الفريق التقني والصحفي العامل هذا المساء. ألقاكم نهاية